الكورتيزول لو زاد في جسمك هيخزن ميه. تاني حاجه وزنك هيزيد، حتى لو بتعمل دايت هتلاقي وزنك بيزيد. تالت حاجه تعب مستمر وضعف، عضلاتك هتلاقيها بتقل مع انك بتتمرن. تاني حاجه ضغطك هيعلى، بعد كده سكرك هيزيد، بعد كده مقاومه الانسولين هتلاقيها بتزيد معاك، حتى لو مفيش سكر هتلاقي مقاومه الانسولين بتزيد. طيب ايه الاسباب اللي بتخلي الكورتيزون يعلى عندك؟ اول سبب بيخلي الكورتيزون يعلى عندك انك تبقى متوتر، غضبان، متضايق، قلقان من الامتحان. كل الحاجات دي بتعلي الكورتيزون عندك. تاني سبب بيخلي الكورتيزول يعلى عندك الاوفر تريننج، وده انك تلاقي ناس تتمرن في الجيم بالثلاث اربع ساعات وقاعدين نايمين شاربين في الجيم ما بيروحوش. الحاجه اللي بعد كده من اسباب الكورتيزول السهر. الناس اللي بتسهر لحد الفجر دي مشكله كبيره. السبب اللي بعد كده كافيين، شرب القهوه كتير بيعلي الكورتيزول. طيب نحل مشكله الكورتيزول ازاي؟ اول حاجه انك تنام كويس، ما تسهرش لحد الفجر. تاني حاجه تهتم بتمارين المقاومه، يعني تتمرن بس تتمرن بعلم، تتمرن صح، وما ينفعش اوفر تريننج او تدريب زايد. تقلل الكافيين على قد ما تقدر عشان الكورتيزول يقل وضربات قلبك تقل، ما تبقاش عاليه. ابعد عن الانفعالات. خامس حاجه بقى في مكملات بتساعد في تقليل الكورتيزون. اول حاجه الرهاديولا روتس او جذور الرهاديولا. تاني حاجه الريد جينسينج او الجينسينج الاحمر. تالت حاجه الاشواجندا. لو عايز مصدر مضمون للمكملات اكتب لي تحت في الكومنتات كلمه كورتيزول وهبعتها لك على طول.